لو فاكر انك شفت موبايلات جامدة السنة دي، لا استنى شوية. في موبايل نازل الفترة دي أول ما هتمسكه هتحس إن وراه حاجة. الحاجة دي مش ماشية بقواعد الفئة اللي نازل فيها الموبايل ده خالص، وده باختصار البوكو F8 برو. أول حاجة هتخبطك الشاشة كبيرة ومريحة للعين، ألوانها مش طبيعية من جمالها لأنها جاية من نوع هايبر RGB أمولود اللي جايب دقة عالية جدا. كمان الإضاءة بتاعها قوية لدرجة إنك تمسكه في عز الشمس هتشوف كل حاجة ولا كأنك في الضلمة. كمان جاية بقوة تحديث 120 هرتز، يعني أي حركة لعبة سكرول كله هيجري تحت صباعك من غير ما تحس بتقطيع. والشاشه كمان جايه بطبقه حمايه كورن جوريلا جلاس 7 اي، فما تقلقش من الخدوش. تصميم واضح انه معمول بنيه انه يعيش، فريم فلاك وشيك جدا، والظهر بتاعه فروستد ناعم. الموبايل كله واخد طبقه امان IP68، يعني الميه والتراب مش محسوبين عليه اصلا. اما الصوت الجبار هنا جاي متظبط من شركه بوس، وده بيبان في العمق والوضوح بتاع السماعات، خصوصا كمان مع دعم الدولبي اتموس. اما بقى عن الاداء فالموبايل جايب معالج سناب دراجون 8 اليت، نفس مستوى معالجات الفلاج شيب حرفيا. كمان جايب رامات 12 جيجا اللي قابله للزياده ل 24، تنقل بين البرامج التقيله والالعاب من غير ما الموبايل يفكر يهنج. كمان جايب تخزين واسع جدا 512 جيجا، يعني هتحمل براحتك على الموبايل. اما عن الشبكات والاتصال فجايه هنا بلوتوث 5 و4، وطبعا خاصيه ال NFC، واي فاي 7، وكمان شبكه 5G. كمان الموبايل جايب بصمه سريعه جدا التراسونيك تحت الشاشه. اما بقى عن البطاريه فهي فصل لوحده. البطاريه جايب قوه 6210 ملي امبير، وده طبعا مش عارفين هتنزل النسخه المصريه بنفس القوه ولا لا. المهم ان هي هتقعد معاك يوم طويل كامل، ممكن تكمل معاك لحد النص اليوم التاني كمان. الطريقه كمان مش هتفرق معاك مع قوه الشاحن اللي جاي مع الموبايل ده. الشاحن جايب قوه 100 واط هايبر تشارج، يعني اصلا الموبايل مش هيقعد معاك في الشاحن. كمان ممكن تشحن شحن عكسي من الموبايل بقوه 22 واط، ودي حاجه صعب تلاقيها في اي موبايل نزل السنه دي. اما عن الكاميرات فالكاميرا الاساسيه 50 ميجا ومعاها مثبت بصري OIS، وده بيخلي الصوره ثابته وواضحه حتى لو ايدك بتتهز. كاميرا كمان تليفوتو 50 ميجا بزوم 2.5 اكس، ومع المعالجه بتوصل معاك ل 5 اكس من غير ما الجوده مقطوعه منك. اما عن كاميرا الترا وايد اللي جايب قوه 8 ميجا بتشيل المشهد كله مره واحده بدون تاثير. وكاميرا السيلفي 20 ميجا بايت شكلها نظيف ومظبوط. نيجي بقى لتصوير الفيديو، الموبايل هنا بيصور معاك 4K 60 فريم، لو عايز اعلى في 8K بس طبعا مش 60 فريم. اما نظام التشغيل القوي اللي نازل جديد الهايبر OS 3.0 خفيف وسريع، ومعاه AI بكل انواعه، يعني كتابه، تلخيص، ترجمه فوريه، تحويل صوت لنص، وتعديل صور باحتراف، وكمان الجيميناي AI جاهز معاك في اي وقت. في الاخر البوكو F8 برو مش فئه متوسطه ومش فلاج شيب كامل، ده موبايل جاي يبوظ المقارنه نفسها بشاشته القويه وصوته الفخم واداؤه الثابت.